عسلامة. هذه أوثنتيك تونيزية معكم. يقولوا لي زاد سيرة. اليوم باش نحكيو على موضوع خطير برشا. فما حملة على السوشيال ميديا من بعض الصفحات المغربية والمصرية. الحقيقة باش نكونوا واضحين وصادقين في نفس الوقت، اللي الحملة بديوها المغاربة اللي كل ما يلقاو دولة تحكي عن القفطان اللي أصوله فارسية وعثمانية، مع أنه يأكدوا على عدم تواجد العثمانيين في بلادهم، إلا أنهم يدافعوا بشراسة ويعتبروا أي دولة أخرى تملك قفطان هي قاعدة تتعدى عليها وقاعدة تزرق لهم في تراثهم وتاريخهم، مع أنه العالم أجمع يعرف أن العثمانيين معروفين بالقفطان، وأنه كل دولة عندها علاقة تاريخيا بالعثمانيين عندها قفطان ومنهم تونس. الحقيقة هذا مش موضوعنا اليوم، نرجع لموضوعنا الأساسي واللي هو الجبهة التونسية، واللي سبق لي وقلت إن المغاربة يدافعوا بشراسة على إرث عثماني، ويرفضوا إنه التوانسة مثلا يقولوا على لباسهم التقليدي التونسي كفتان تونسي، إلا أنهم سمحوا لأنفسهم في العامين الأخرين بعد ما مصمم تونسي أعطاهم رسمية الجبهة التونسية إنهم يقلدوها. اللي أبعد من ذلك إنهم يتنكروا لتونس كيف تصدوا لهم التوانسة وغلبوهم بالحجة والبرهان، دوروها تواطؤات مع ناس من خارج بلادهم، وصلوا دفعوا لهم أموال باش ينفذوا مهمتهم واللي هي السطو على حاجة مش متاحهم. لقاو مصريين يدفعوا لهم ويقنعوهم اللي الجبهة التونسية من حقهم. اللي ضحك في الحكاية إنهم يستعملوا في لوحات فنان بلجيكي اسمه جان فرانسوا بورتيلس باش يثبتوا صحة كلامهم، أما الحقيقة اللي لوحات هذه بالذات تفضحهم. شنو حكاية بورتيلس؟ جان فرانسوا بورتيلس هو رسام بلجيكي عاش في القرن 19، زار برشا بلدان من شمال أفريقيا وحتى من المشرق، منهم المغرب، الجزائر، تونس، مصر، لبنان وحتى فلسطين. إما شنو اللافت؟ إنه لوحاته تصور النساء بخصوص، فيها تفاصيل دقيقة وتونسية بامتياز. تصور بورتيلز يصوروا جبهة حمراء ومترزة بالأخضر مفتوحة من الصدر في الوسط، قميص حرير أبيض، أكمام مبطنين، تريزة دقيقة معروفة باسم تريزة الدسليزة التونسية، طرحة شفيفة فوق الرأس وشعرية ذهبية في الرقبة وحلق ذهب بلغتنا بلالت. هذا الكل ماهوش جلابية مصرية ويلا قفطان مغربي، هذا لباس المرأة والرجل التونسي في القرن 19، الجبهة التونسية واللي اليوم حاضرة في المناسبات وفي الأعراس، وحتى لباس يومي كلباس تتأنق به المرأة وحتى الرجل التونسي. ما هوش بورتيلز وحده، برشا فنانين أوروبيين مستشرقين زاروا تونس وصوروا التوانسة بنفس اللبسة بطاقات بريدية قديمة، وتصور الفرنسيس وقت الاستعمار. السياح زاروا تونس، أفلام وثائقية، أرشيفات متاحف في باريس، لندن، بروكسل، وحتى أفلام قديمة توري رجال ونساء توانسة لابسين نفس اللبسة. هيك نفهموا علاش الحملة صارت توا. الحملة صارت توا على خاطر التوانسة ولاو يفتخروا أكثر بتراثهم. تلقى العروسة التونسية تلبس السفساري كي تمشي لحمامها، وناس تلبس الجبة في التصاور، والمصممين رجعوا للطرز التقليدي التونسي، وبرشا فنانين عرب بهرتهم الجبة التونسية
ولاو يلبسوها في المناسبات الدينية. وكل ما تراثنا يلمع يجي حد يحاول يسرقه ويقول هذي متاعنا. لي 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 لي، اقفوا غادي. تاريخنا موثق في الفن، في التصاور، في المتاحف، موثق في ذاكرة شعب ما ينسيش. الجبة جبتنا، والترز ترزنا، والتراث تراثنا التونسي، لا يتباع ولا يتسرق. وهذه كانت حكاية الجبة التونسية اللي يحاولوا يسرقوها.